بداية نبارك للقائد العظيم عبد الله أوجلان وشهداء المقاومة والحرية الذين دعوا لحرية المرأة انعقاد كونفرنس مجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا. الارتباط مع شهداء عصر البطولة يكمن في إدراك حقيقة بطولة الشعب الذي يحارب. القيم التي يتخذها حزب العمال الكردستاني هي القيم التي تجعل الإنسان إنسانا، فما هو واضح الآن أن هذه القيم لم تكتسب بسهولة، فهل يجوز أن تأخذكم أنتم أم تأخذ الشهداء الذين جعلوا من أنفسهم رماداً من أجل الحياة كأساس؟ هنا يجب أن تكون منفتحين أكثر، فأنا سأمثل هؤلاء الرفاق الذين عاشوا الحياة برابط وثيق، والذين بدأوا مع حق قرار بشغف، والذين وصلت قيمهم إلى أعلى السماء مع زينب كناجي زيلان. فإذا أردتم أن تفهموا الجيش والحرب يجب أن تعرفوا ما تعنيه روابط هذه السلسلة، وبذلك ستجعلون أنفسكم حلقة من هذه السلسلة. فهذه هي الارتباطات بالشهداء ولا يوجد طريق آخر غير ذلك. عندما أطلق النار على شهيدنا الأول حقي قرار انهار العالم من حولي، فقال حينها الرفيق كمال بير الذين كان يمثل أيقونة الشجاعة والكداح والقوة: لنضرب البوليس التركي وإذا متنا فلنمت، حيث كان هذا هو الهدف المراد من هذا الاستسداد. فلو فعلنا ذلك لقلنا قاتلنا بشجاعة، ولكن انتهى الأمر، ففي الحقيقة فعلنا هذا على مر التاريخ ولم تبقى سوى سوري rapora kar xebatên meclisa jina malbatê şehîdan ya du salan. Konferansa me di selimekî dîrokiya hesas ve tê lidarxistin. Salvegera Sîyûnê Emîniya Fazlê Tebaxê ji bo tevayî gelan, ciwan û jinan roja hebûn û xwebûnê ye. Roja avakîna kesayetîna azad, jiyanekî bi zanist û berfidanî û têkoşerî ye. Roja pêxistina çûrîskên baweriya neteweyî ye. Roja jinû ve dayîkbûyîna gelan û jinan e. Li ser vê hêmê di roja me îro de bi dehezaran leheng û qehreman zarokên gelê me bi rêhê egî, bêrîtan û zîlanan li her deverê şêrî jiyanekî birûmet û azad didin meşandin. Bi giyanên xwe destanên dîrokî dinivîsînin. Bi vê rêhê di pêşengiya jin de yazlêmên salvegera şoreşa Rojava li tevayî gelên bindest, li dayîk bav û hevjîn û zarokên şehîdan û bi taybet jî ji mîmara fikir û felsefeya azadiyê ji rêber Apûrê pîroz dikin. Em rojên 45 salvegera PKK û yazdemîn salvegera şoreşa Rojava jiyan dikin. Li ser vê pingê em di serê de di şexsê rêyevînê rêxistîne Hakî Karer, Sakine Cansız, فرماندار. هذه المجالس تفوق عدد الرجال، وكانت لجنة المرأة تحمل عبء العمل التنظيمي والإداري بدءا من الرئاسة المشتركة ووصولا إلى لجان الصلح، حيث تركز على حل مشاكل وأمور تتعلق بالمرأة ضمن العوائل، وخاصة الزوجات وأولاد الشهداء الذين يصبحون ضحية هذه المشاكل. ومن هذا المنطلق ارتئينا بأن نخرج من نطاق الرجال إلى مستوى المجالس لتستطيع النساء في العوائل أن تأخذ دورها وتأثيرها في أخذ القرارات التي تلائم الزوجات والأمهات والأولاد، وتثابر في تنظيم دورات فكرية ومسلكية للأمهات والزوجات على وجه الخصوص. ومؤخرا وعند انعقاد المؤتمر الأول العام على مستوى شمالي وشرقي سوريا تم الاعتراف رسميا بمجلس المرأة لعوائل الشهداء كمجلس رديف وموازي للمجلس العام ينظر إلى أمور النساء جميعا في عوائل الشهداء من جميع النواحي التنظيمية والتوعية الفكرية، كما ويتم عقد الاجتماعات الدورية لهم لمناقشة
القيام بمسيرة كبرى على مستوى الجزيرة والجميع في المسيرة يحملون صور القائد. فتح مدارس تعليمية خاصة ومسلكية لأولاد الشهداء. وضع برنامج لتدريب النساء من ناحية التوعية والفكر. الاهتمام بالأمور الصحية للأمهات والزوجات الشهداء عن طريق مشافي الشعب. تفعيل المشاريع التنموية لتقوية الاقتصاد. فتح دورات اللغة الكردية لزوجات وأولاد الشهداء من المكون العربي. تحديد لجنة من الأطباء لمتابعة الأمور الصحية للعوائل. وضع نظام خاص بمعالجة أولاد، أمهات، زوجات وآباء الشهداء. بناء قرية نموذجية أو مدينة صغيرة لعوائل وزوجات الشهداء مع توفير كل متطلبات الحياة من مدارس، مشافي، ملاعب، قاعات محاضرات. استثمار الأراضي الزراعية بيوت بلاستيكية. متابعة دورات الصيفية لأولاد الشهداء مع فتح دورات الإلكترونية والحاسوب لهم. إعطاء النسبة الأكبر في المؤسسات من الشواطئ